السؤال هو: في حال نزل الشعب المصري إلى ميدان التحرير مطالبا برحيل الإخوان المسلمين عن الحكم، هل سيرحل الإخوان المسلمون أم سنواجه سوريا ثانية وليبيا ثانيا؟ مصر لم ولن تكون لا ليبيا ولا سوريا. جاوبني على السؤال ولا الأول. شيء بالمعنى. وكتمم لك بس. نعم. مصر فيها جيش وطني مستقل. طيب. ملك الشعب المصري. ليس ملكا للإخوان ولا غير الإخوان. هل سيرحل الإخوان؟ الإخوان مصر فيها نظام ديمقراطي حقيقي، نظام ديمقراطي يقصده حكم القانون، وبالتالي يلجأ الناس إلى النزول الشوارع حينما ينسد أبواب التغيير السياسي السلمي، حينما لا تكون هناك انتخابات حرة سليمة، حين لا تكون هناك تداول سلمي للسلطة. في حال نزل المصريون إلى ميدان التحرير مطالبين رحيل نظام الإخوان. ما في افتراض. من كان يتوقع أن ينزل المصريون إلى ميدان التحرير يطالبون برحيل مبارك؟ كل العقلاء كانوا يتوقعون هذا. ما كان حدا يسترجي يطلع من بيته لهذا. لا غير صحيح. الناس من 2005 ينزلون للشوارع، كل اليساريين والليبراليين والاسلاميين والقوميين وكل الطرق الفكريه تنزل للشوارع وتطلب بسقوط مبارك ورحيل مبارك. الإجابة حركة كفاية وغيرها. الإجابة ما أنا بقول لك الشعب المصري ليس بحاجة. في حال نزل الشعب المصري أمامه نظام ديمقراطي حقيقي. النظام الإخواني ارحل، هل سيرحل؟ إذا الشعب كله قال هذا مش كله، مش اللي نزلوا قالوا ارحل لمبارك كان الشعب المصري كله؟ كان الشعب المصري كله. كان الشعب المصري كله على قلب رجل واحد يقول لما مبارك ارحل. مش كله. وبالتالي هنا إذا نفس الأعداد اللي نزلت طالبت برحيل مبارك طلبت برحيل الإخوان. ما جاوبني على السؤال. لا عم تتهرب. اسمعني بس. أنا لا عم تتهرب. بلا تتهرب. هي الجواب. أنت تفترض شيء غير واقعي. ما فيش افتراض. هيدا واقع اليوم. هيدا واقعنا. ده غير واقعي. والحديث عن غير واقعي ومستحيل وغير وارد. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، وهو أن هناك نظام ديمقراطي نشأ، هناك انتخابات حرة سليمة، التغيير من خلال الصندوق وارد، وبالتالي ماذا أرجع يعني اللي بنفهمه أنكم لن ترحلوا. لا بالعكس، لن ترحلوا. يعني عم بتقول للناس ما تجربوا تنزلوا لأننا لن نرحل. من خلال صندوق الاقتراع الذي يصوت فيه الناس يتغير النظام السياسي ويتطور. ومن قال أن صندوق الاقتراع في زمنكم لن يكون مشابها لزمن الأنظمة السابقة؟ مستحيل. حينئذ يجوز للناس أن يقولوا الإخوان ارحلوا، وإذا قالوا على الإخوان أن يرحلوا. أستاذ، إذا نزل الشعب المصري إلى الشارع وقال للإخوان المسلمين ارحل، هل سيرحل الإخوان المسلمون بسلام؟ النهارده واحد من دعاة الإخوان المسلمين اسمه الدكتور طارق مصطفى قايل فتوى قال فيها ايه، ودي موجودة برضو في كل مكان، قال فيها تزوير الانتخابات واجب إذا ما اتضح أن سيترتب على نتيجة الانتخابات نجاح العلمانيين وسقوط الإخوان المسلمين. ده غير صحيح. لا يمكن بحال من الإخواني أن يقول هذا الكلام. مستحيل. الشريط موجود في اليوتيوب، غير صحيح. وارجع له. وارجع له. هذا ليس كلام الإخوان وليس كلام حزب الحرية والعدالة، وهذا كلام أنا أصف وأنه جهل وخرف وتخلف، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينسب لعاقل، فضلا عن أن ينسب لواحد من الإخوان المسلمين. وماذا لو ثبت ذلك؟ يجب محاكمة من قال هذا الكلام. هو مش دلوقتي أنت سألته عن صفوت حجازي قال لك مش من الإخوان، ولما سألته عن الفتوى بتاعت صفوت حجازي اللي في الحلقة فاروق الفيشاوي مكلمك وقايل لك انه لا هو ما شافش زمن الاخوان لانه هو عايش في زمن الاخوان، ما انت سالته في البدايه قبل التصوير. لكن فاروق الفيشاوي مش قال لك صفوت حجازي قال هذا الكلام، فهو راح قايل لا الكلام ده ما حصلش. أنا كلام ونفى كلام بس نفى الفتوى بتاعت نفى الفتوى بتاعت صفوت حجازي. انا اتكلم عن الديه فقط وقال لا هو ما فتاش بكده. الاستاذ يتكلم بما لا يعرف. يا استاذ